انضم إلي الآن صاحب هذا المنجز، المدرب الوطني القدير، الكابتن محمد النفاعي. كابتن محمد، ألف 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 مبروك هذا الأداء، هذا التأهل. الجمهورية اليمنية الآن في نهائي بطولة كأس الخليج التي ستقابل منتخب السعودية. إيش الكلمة؟ تفضل. الله يبارك فيك، وشكرا لقناة الخليج على تغطيتها لتصفيات كأس الخليج. ويعني اللسان عاجز عن وصف هذا الإنجاز. الحمد لله، يعني احنا الآن نلعب النهائي كأس الخليج بوجود أفضل منتخبات تعتبر في آسيا، والحمد لله توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم مؤازرة الجماهير اليمنية ومؤازرة قيادة الاتحاد، وزارة الشباب والرياضة، نشكرهم على مؤازرتهم للمنتخب. وإن شاء الله بإذن الله سنلعب المباراة النهائي من أجل بإذن الله الكأس يا رب العالمين، وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى. كابتن محمد، ايش اللي سويته بالمنتخب، ومن اين الروح اللي بثيتها للعيبه، وهذا الانسجام وهذا الاداء؟ 3 مباريات متتاليه فوز وبأداء جميل بعد اول مباراه خسرنا فيها. الحمد لله، رغم الاعداد اللي كان ضعيف، ورغم انه ما حصلنا على مباريات دوليه، رغم ان المنتخب جاء على طول البطوله، والمنتخبات اللي موجوده كانت يعني معسكره في اوروبا، على اعدادهم كان عالي جدا، لكن الحمد لله اشتغلنا على الجانب النفسي، اشتغلنا على نجهز المنتخب لهذه البطوله ونتجاوز هذه التحديات. والحمد لله لاعبينا كانوا عند الحدث، والحمد لله يعني شرفونا وشرفوا الكره اليمنيه. الحمد لله. يعني ما فيش أي كلمة ممكن نقدر إن احنا نعبر فيها عن فخرنا، اعتزازنا بك إنك مدرب وطني حققت لليمن هذا الإنجاز، وإحنا الآن على بعد مباراة واحدة من إنه نحصل على هذا الكأس إن شاء الله. كابتن محمد النفاعي، المباراة القادمة مع المنتخب السعودي نهائية خسرنا معه، يعني عندنا الآن إن صح التعبير ثأر كروي مع المنتخب السعودي، وفي نفس الوقت نأخذ البطولة. ايش بتعد وتعد ايضا الجماهير اليمنية؟ طبعا اللي قال هو مع المنتخب السعودي ان احنا ما دخلناش اجواء البطولة، الحمد لله بعد ان دخلنا اجواء البطولة ولاعبينا مارسوا يعني الحمد دخلوا، استطعنا ان نفوز بالثلاث مباريات. ان شاء الله ستكون يعني مباراة للتاريخ باذن الله، ان شاء الله يكون حليفنا باذن الله التوفيق باذن الله، وان شاء الله قادمين مقاتلين او لاعبين ان شاء الله يقدموا الاداء الرائع اللي يشرف الكره اليمنيه. رسالة أخيرة لك للجماهير اليمنية.